السلام عليكم. في قلب العاصمة الإيرانية طهران، وفي ظل ظروف أمنية مشددة، خصوصا على أن طهران كانت تحتفل يوم أمس بتنصيب الرئيس الإيراني الجديد، يتم الإعلان فجر اليوم عن اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية وأحد أفراد حراسته. الخبر جاء بداية من قبل التلفزيون الإيراني بطريقة مقتضبة على أن إسماعيل هنية قد قضى مع أحد أفراد حراسته في حادثة، ومن ثم توالت المعلومات، ومباشرة حركة حماس أعلنت في بيان رسمي نعوة إسماعيل هنية، وقالت في الخبر إنه قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. ومن ثم نشرت مخابرات الحرس الثوري الإيراني بيانا قالوا فيه: مع التعازي للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة والشعب الإيراني الكريم، وللأسف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء تعرض منزل السيد الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس لقصف في طهران، ونتيجة لهذا الحادث فقد هو وأحد زملائه، ويجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث، وسيتم إعلان النتائج قريبا. في أول تصريح من قيادي في حركة حماس قال موسى أبو مرزوق أن اغتيال إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر سدى. والآن برأيكم أنتم، من اغتال إسماعيل هنية في قلب مقر إقامته في عاصمة إيران طهران، وهي تمر أساسا في ظروف أمنية مشددة وتواجد أمني كثيف بوجود شخصيات هامة في العاصمة الإيرانية بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بازشكيان؟ والاحتمالات كثيرة، يمكن أن تكون إيران قد قامت بتصفيته ضمن صفقة مقابل التهدئة في لبنان، واحتمالية ضلوع الحرس الثوري الإيراني أو ضلوع الحكومة الإيرانية أو جهات خارجية أو إسرائيل بسبب تعثر المفاوضات. كل الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة. هل سيتغير شيء في المفاوضات بخصوص قطاع غزة؟ وهل ستتنازل قيادات حماس عن مطالبها أو ثوابتها في المفاوضات خلال الفترة المقبلة؟ في حال تنازلت وفي حال استجد شيء في قطاع غزة، نكون على علم وعلى يقين على أن من قام باغتيال إسماعيل هنية إما إيران أو أنه مخطط داخلي لتحييد شخصية لم تتنازل في تلك المفاوضات. إنا لله وإنا إليه راجعون.